المره دي مش هتكلم كتير عن اكل مرسى علم لان اغلبه بيكون اكل فنادق. وما تنساش برضو ان السكان الاصليين في المنطقه ديت هم العباب، باكلهم مميز وتراثهم معروف. اما بقى المزارات الموجوده هناك كتير قوي قوي وكمان مره قوي. انا اولا ارشح انك تروح بعربيتك الخاصه، او لو انتم مجموعه يفضل يكون معاكم باص خاص، او مع شركه منظمه كل حاجه ليكم من البدايه، لان الرحلات دي كلها من مرسى علم هتكون غاليه جدا. اول حاجه هتكلم عن اهم الشواطئ اللي لازم تزورها، طبعا ابو دباب، السلاحف والتوجونج والرمله الناعمه، هو واحد من اجمل شواطئ مرسى علم. يوم واحد بقى ارشح لك تطلع الرحله دي كلها بلبطه، بس اول حاجه تزورها شاطئ النيزك، وده حسب روايات اهل المكان ان في نيزك صغير وقع في المكان ده من ملايين السنين وعمل حفره بين البحر والجبل. موقعها تحفه وصفاء الميه والبحر فيهم حكايه. بعدها تطلع على شاطئ حنكراب، هعيدها لك تاني، حنكراب ده مصنف من اجمل 10 شواطئ في العالم والاجمل في مرسى علم فعلا. الشعاب المرجانيه هي الاجمل في مصر كلها. منها بقى تطلع على القلعان وشجره المنجروف المعروف، ودي ليها حكايه حلوه قوي، انها شجره نادره جدا مش بتطلع غير في الميه المالحه، وبتحول الميه المالحه لميه حلوه وبتغذي بيها فروعها. المكان هناك ممكن تخيم فيه، تتفرج على منظر النجوم بالليل وتجمع بين النجوم والراحه وصوت البحر. في شواطئ تانية زي شاطئ سمداي بتاع الدلافين، وشاطئ سلايا، وشاطئ عجله، وغيرهم كتير تقدر تطلعهم في يوم تاني. عارف ان الاسامي غريبه بس حاول تدور عليها قبل ما تسافر. في رحله بقى دي بعتبرها الاجمل هناك، تقريبا بتبدا الساعه 6 الصبح تخلص الساعه 5 المغرب، عباره عن انك بتصحى بدري وبعدين تروح لحد مرسى حماطه اقصى جنوب مرسى علم، ومنها تاخد يخت لمده ساعتين ونص عشان توصل مكان اسمه سطايح او بيت الدلافين. انت وحظك بقى ممكن تعوم مع 200 دولفين 300 دولفين اقل او اكتر، بس اقل حاجه شفتها هناك كانت حوالي 50 دولفين. يبقى حظك وحش قوي لو ما لقيتش ولا دولفين. بس هناك في كورال ريف او جزيره كبيره من الشعاب المرجانيه هي الاجمل في مرسى علم كلها، اكتشفها صيادين بالصدفه. ما تنساش طبعا رحله السفاري، عربيات 4 باي 4 في وادي الجمال، وزياره معبد غريب جدا اسمه معبد سكيت، المعبد الروماني الموجود في المحميه. وعايز اقول لكم برضو ان الصوره دي غلط، الصوره دي مش موجوده في مصر. رحله مرسى علم حلقتنا اللي جايه هتكون في القصير، اللي كتير ما يعرفوش مكانها فين على الخريطه اصلا. استنونا وجهز كوبايه القهوه بتاعتك.